عايزك تبص في الفيديو ده كويس وتقول لي المشهد ده بيفكرك بايه. بالظبط كده، ناصر الدسوقي في مسلسل الأسطورة وهو نازل يمسك الواد بتاع الموبايلات اللي سرب لمراته وهو كان في السجن، صورتها بقميص النوم وصورها ومعرفش ايه، واللي كانت على موبايلات اهل الحارة. فنزل بعد ما طلع بقى ونزل ياخد حقه، فنزل ووقف وسط الحارة ولبس الولا قميص النوم. فهو كده البطل المغوار اللي لبس الولا قميص النوم وعمل وسوى وخلى. شفنا بقى تأثير المسلسلات عامل ازاي على الناس. طب هم ليه بقى الناس دي عملت في الواد ده كده؟ عشان بيتقال ان الواد ده راح يرتبط ببنت الناس دي او اهل الناس دي، وقدم لها مره واتنين واترفض، فالبنت بتحبه فسابت بيت اهلها وهربت راحت له. هم بيقولوا ان هو خطفها، بس في ناس تانية بتقول ان هي هربت وراحت. المهم هم عايزين ينتقموا وعايزين ياخدوا حقهم، فعملوا ايه؟ اخدوا الراجل الطيب وقفوه في وسط المنطقه ولبسوه قميص النوم. زي مين؟ ناصر الاسطوره. زي مين؟ مسلسلاتنا الجميله. طبعا الناس دي كده كده اتقبض عليها وكده كده هياخدوا جزائهم والغلطان هيتحاسب، بس في نفس الوقت شوفنا تأثير المسلسلات عامل ازاي، شوفنا في الاخر المنظر عامل ازاي. وفي الاخر حابب اقول للشاب ده وكل شاب لازم تدافع عن نفسك وعن اهلك على قد ما تقدر، وما تحاولش ان انت توصل نفسك للمنظر ده. قول لي بقى رايك في التعليقات، تتفق معايا ولا لا؟ سلام يا محترم.